السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل أصحابي وكل حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بخير السلام، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا جماعة أنا طالع أتكلم في، مش هطول على حضراتكم، هما دقيقتين مش هكتر. أنا عايز أعرف بس إيه اللي بيحصل في نادي الزمالك. ليه مشوا حسن موسى؟ ليه حسن موسى يمشي؟ ليه؟ عشان جاب فلوس وعشان بيصلح في النادي وعشان اكتشف التزوير والموظفين واللي بتمشوه عشان كده، ولا عشان هيفضح مرتضى منصور، ولا عشان هيفضح مرتضى منصور والشلة السماسرة اللي معاه بتمشوه؟ عشان انتوا اساسا مش قادرين على مرتضى منصور ولا قادرين تمسكوه، فهيطلع حاجات وبلاوي بقى على مرتضى منصور. لا يا عم احنا مش ناقصين. ما هي ما تجيش غير كده، الراجل ده عمال يجيب في رعايه وعمال يجيب في عقود وعمال هيصلح في نادي الزمالك، وانتوا ما كملش 5 ايام تمشوه. ما كملش 5 ايام الراجل يمشي. يرضي مين ده؟ يرضي مين؟ عايزين نادي الزمالك يفوق. انا راجل اهلاوي وانتوا عارفين، بس عايزين نادي الزمالك يفوق، عايزين نادي الزمالك يبقى نادي كويس، نادي فيه منافسه. انما كده نادي الزمالك اتدمر يا جماعه، نادي الزمالك اتدمر. الراجل ما كملش 5 ايام وتمشوه، مع انه جاي عمال يعمل ويسوي وكشف ناس كتير. يا راجل 370,000 جنيه في الشهر الموظفين مش موجودين في النادي. 370,000 جنيه كل شهر الموظفين مش موجودين في النادي. هو من الاخر يا جماعه هو عشان كده مشي. قال لك هيكشف مرتضى منصور وبقيه مجلس الاداره اللي شغالين كانوا شغالين سماسره، فطبعا هيكشفهم وهيبهدلهم. طب على ايه؟ احنا نريح دماغنا، احنا كده مش عارفين نجيب مرتضى منصور اللي عليه 6 شهور، فمش ناقصين. احنا مش ناقصين. تمام، احنا مش ناقصين خلاص. شكرا لكم يا جماعه، وطولت على حضراتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.